على القمه من فوق. قمة. سبحان الله، احلى صدفه. والله أجمل مكان في العالم. وصلت في رحلة على بلاد أحلامي، رحلة كانت بيتخطط ليها من وقت واتحققت. الرحلة اللي على الرغم إن أنا خايف من صعوبتها والتحدي البدني والذهني فيها، واللي متوقع نقطع فيها أكتر من 3500 كيلو، وعشان هي رحلة مميزة فتخيل إن 4 صحاب عايشين في دول أوروبية مختلفة قرروا يطلعوا في رحلة بالعربية سوا عشان يستكشفوا شمال النرويج ويعيشوا مع بعض تجارب ومغامرات هتفضل ذكرياتها مكملة معاهم سنين. وحسب ما كنا مخططين النهاردة، يوم سفري ورحلتي هتبدأ من ألمانيا، وبعد ما جهزت كل حاجة محتاجينها للرحلة دي خدت شنطتي وطلعت على المطار. رحلتي من مطار برلين وتوصل على أول محطة ليا في الرحلة وهي مدينة تروندهايم. وصلنا على مدينة تروندهايم، أول مدينة في رحلة النهاردة، المدينة اللي قررنا كلنا نتجمع فيها ونبدأ نتحرك منها. مستنيين دلوقتي صاحبي يجيب العربية اللي هنتحرك بيها لشمال النرويج كله. أول نقطة هنقف فيها بعد 10 ساعات، هنستنى دلوقتي العربية تيجي ونبدأ نتحرك ونبدأ رحلة شمال النرويج. أكتر رحلة أنا متحمس ليها وحاسس إن هي هتبقى مختلفة عن أي رحلة تانية، فاخدكم معايا، فيلا بينا. العربية وصلت خلاص، هنبدأ نحط الحاجة ونبدأ نتحرك في طريقنا ونبدأ رحلة النهاردة. وصلنا في اول ريست لينا على الطريق. المدينه اللي ورايا دي هي قريه صغيره جواها بنزينه، البنزينه اللي احنا واقفين فيها دي. المدينه دي او القريه دي على سفح جبل، مبنيه على جبل وسط الخضره، وقدامها تفريعه صغيره من المحيط الاطلسي. تخيل انت بيتك كده جوه مساحه كبيره من الخضره اللي ورايا دي، وقدامك جزء من المحيط. المنظر خيالي، انا مش متخيل ان انا ممكن ابقى في يوم من الايام عايش في الجمال ده، وبيتي بصحى كل يوم اشوف المناظر دي. تخيلوا ان ده مجرد شلال لقيناه على الطريق، تخيل بقى في ناس عايشه في البيوت اللي هناك دي، حاجه كده فوق الخيال. الاجمل في النرويج ان طول ما احنا ماشيين في الطريق شفنا شلالات وطبيعه ساحره قادره انها توهمك بسحرها وتخليك تفضل مكانك تتفرج عليها، لكن احنا كان لازم نكمل في طريقنا. ومع ارتفاعنا مع الوقت عن سطح البحر بدا الجو يتغير وبقت الاجواء مطر شديد، وبعد حوالي 7 ساعات وصلنا على واحد من اغرب الاماكن اللي ما كنتش اتخيل في حياتي ان اوصل لها. وصلنا على دايرة القطب الشمالي. المكان اللي ورايا ده بداية القطب الشمالي من اتجاه النرويج. المكان اللي أنا واقف فيه ده تحديدا في الصيف 24 ساعة الشمس دايما موجودة ما بتغيبش خالص، وفي الشتاء 24 ساعة ليل الشمس ما بتشرقش عن المكان ده خالص. تخيل أنا عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا أوصل للمكان ده. بعد طريق أكتر من 10 ساعات وصلنا على المدينة الصغيرة اللي هنقعد فيها ريست لمدة 7 ساعات. هنقعد في البيت اللي ورايا ده. هنتحرك بكرة الصبح على الساعة 7:30، نبدأ نتحرك على المدينة اللي بعدها. هناخد العبارة منها ونعدي لواحدة من أشهر المدن اللي احنا جايين ليها في شمال النرويج. البيت ده هنقعد فيه أقل من 7 ساعات زي ما قلت لكم. طبعا الساعة دلوقتي 1:30 ومع ذلك الدنيا منورة عادي خالص. صحينا بدري خلاص، الساعة دلوقتي 8:30، صاحيين تقريبا من حوالي ساعة. هناخد مفروض العبارة زي ما قلت لكم من مدينة جنبنا هنا. احنا قدامنا اختيارين، قدامنا عبارة الساعة 11 الظهر وعبارة الساعة 1، فاحنا بنحاول نلم الحاجة بأسرع ما يمكن عشان نحاول نلحق العبارة بتاعت الساعة 11. أتمنى إن احنا نلحقها. بصراحة البيت احنا يعني ملحقناش نستفيد منه وملحقناش نقعد فيه كتير، بس الأجواء تحفة والمدينة شكلها مدينة صغيرة جدا بس المدينة شكلها جميلة جدا وجوه شجر وجوه غابة كبيرة. فانت مفروض لو انت جيت هنا فانت هتقعد في الاجواء دي كلها، بس للامانة احنا ملحقناش نستفاد بالبيت ده. بس لو انت هتيجي هنا فانت هتدفع 130 يورو على الليلة الواحدة ل6 اشخاص، وده سعر جميل جدا على بيت كامل. فمفروض دلوقتي احنا بنلم الحاجة وهنتحرك في طريقنا.
لمينا خلاص حاجتنا ومفروض هنتحرك دلوقتي. والله من كتر السلام النفسي والهدوء وكميه الخضره اللي الواحد شايفها، انا والله ما عايز اسيب المكان رغم ان انا عارف ان انا رايح لمكان احسن. بس تخيل ان انت بس ايه عايش في مكان زي ده، دي مفروض بيوت تانية موجوده برضو وناس عايشه، ده مكانها ده بيتها وهم عايشين هنا. كل الاجواء دي انت مفروض تبقى في يوم من الايام تفكر ان لو الحاجه دي معايا هتبقى الدنيا عامله ازاي معايا. يعني تخيل انت عايش في المكان ده بس وده بيتك وانت كل يوم الصبح بتصحى على الجمال ده. فهنكمل بقى دلوقتي للاسف رحلتنا، بس انا عارف ان احنا رايحين لمكان احسن منه ان شاء الله، ونكمل رحلتنا لان احنا لازم نكمل. وصلنا على مدينة بودو. المينا اللي ورايا ده دي العبارة اللي المفروض كنا نركبها، وطبعا على حظنا الجميل آخر عربية كانت ممكن تركب هي عربيتنا، بس طبعا ما لحقناش، العبارة خلاص هتتحرك ومضطرين ان احنا نستنى العبارة اللي بعديها كمان ساعتين ونص. طبعا على حظ الجميل العبارة خلاص هتتحرك من غيرنا مع اننا واصلين في الميعاد صح، بس طبعا يعني ايه على حظنا اخر عربيتين دخلوا هم اللي قبلينا، واحنا عربيتنا مش هينفع تركب والعباره بتعدي ايه، فخلاص مضطرين ان احنا نستنى عشان نركب العباره اللي بعدها. عايز اقول لكم ان حتى المينا بتاعتهم هاديه، رغم ان الواحد متعود ان المينا بيبقى بقى فيه صوت بواخر وحياه رايحه وجايه. المينا هاديه كانك انت قاعد بص يعني جاي تروق دماغك هنا. عايز استغل الوقت اللي احنا واقفين ومنتظرين، وعايز اقول لكم ان من اول الرحله لحد دلوقتي ده كان بالنسبه لي تحدي ان احنا نقدر اصلا نطلع الرحله دي، وان احنا اول ما نعدي الناحيه الثانيه نوصل لواحده من اجمل المدن اللي انا كنت عايز ازورها. ده بالنسبه لي تحدي. التحدي الاصعب بقى التحدي البدني، ان احنا اول ما هنعدي الناحيه الثانيه هنعمل هايك حوالي 4 ساعات، وبعد كده هنريح ونطلع بعديها هايك 7 ساعات. ده بالنسبه لي تحدي بدني، انا عمري ما حطيت نفسي تحت التحدي ده. تحدي ان انا اقدر اعمل هايك، انا عمري ما عملت هايك بالمسافات دي. اقصى حاجه عملتها تقريبا كان حوالي نص ساعه ولا 40 دقيقه، فان انا اوصل اعمل هايك بساعات ده بالنسبه لي تحدي. اتمنى ان انا اقدر اعمله، واتمنى ان انا اوصل ان انا اخلص الهايكس كلها اللي احنا مخططين ليها. فبالنسبه لي من اول الرحله لحد وجودي للمكان اللي انا واقف فيه ده ولحد بعد كده، ده بالنسبه لي كان تحدي اصلا. وبعد انتظار اكتر من 5 ساعات العباره بتاع الساعه 1 ما جاتش، ركبنا في العباره بتاعه الساعه 4. هنتحرك دلوقتي على لوفوتن، وتبدا فعلا من هنا رحلتنا لشمال النرويج. فاتمنى كده يا رب تبقى رحله سعيده. اتحركت العباره بينا في طريقها لاقصى جنوب لوفوتن، رحله هنقطع فيها بحر النرويج واللي يعتبر متفرع من المحيط الاطلسي. رحله كانت في اولها جميله لانها مختلفه، ومع الوقت بدات تبقى متعبه ومقلقه لان العباره كانت بتتحرك بشكل مرعب، غير الناس اللي حوالينا عندها دوار بحر فبتنقلك الإحساس مع الوقت. وبعد حوالي 4 ساعات في عرض البحر وصلنا على جنوب جزر لوفوتن، وتحديدا على موسكنز اللي بدأت يظهر جمالها لما كملنا في الطريق لحد ما وصلنا لقرية راين، واللي بالنسبة ليا كانت من أجمل حاجة شفتها لحد دلوقتي. ولانه وصلنا في ميعاد متاخر عن اللي كنا محددينه، واللي ما كانش التاخير بسببنا كان بسبب العبارات، اكتشفنا ان ما كانش في وقت نريح باي شكل من الاشكال، يا اما اليوم مش هيمشي زي ما متخطط ليه. ومع كل الارهاق والتعب اللي كنا فيه كان لازم نقرر ان احنا هنكمل ونجهز نفسنا عشان نعمل اول هايك لينا. خرجنا خلاص من العباره، وصلنا على بدايه الهايك اللي ورايا ده. الموضوع ما طلعش بسيط زي ما انا كنت متخيل خالص. احنا هنطلع حوالي 2000 سلمه، المفروض السلالم اللي ورايا دي هنطلع كيلو و100 متر، وهنبقى فوق سطح البحر اكتر من 450 متر. فالموضوع مش بسيط خالص زي ما انا كنت متخيل. لا السلالم صعبة، السلالم صعبة. هو المنظر خيالي طبعا، انتوا عمركم ما تشوفوه زي ما العين شايفاه، بس الموضوع صعب. احنا طالعين تقريبا ربع المسافة وخلاص مفيش طاقة، بس لازم نكمل. يعني لازم نكمل ال 2000 سلمة، هو 1900 وشوية يعني، بس هنكملهم ان شاء الله. بس المنظر خيالي. كنت اتمنى ان الكاميرا تجيب
بنفس العين البشريه اللي بتجيبها. الناس طالعه تحت اهي، هنكمل ان شاء الله هنكمل. وصلنا على نص المسافه للهايك. المنظر خيالي بس الموضوع متعب. 1000 سلمه لحد دلوقتي ولسه مكملين. وصلنا على القمة، أكتر من 2000 سلمة، حوالي 2000 سلمة، أكتر أخيراً 450 متر فوق سطح البحر. جميع الجنسيات هون. أجمل مناطق لوفوتن. لوفوتن، جزر لوفوتن. شوفوا معنا شاب من سوريا، النرويج، الأردن، فلسطين، تايوان، مصر، واللي تحت برضه مصر. طلعنا كلنا واتجمعنا على القمة من فوق. قمة سبحان الله، أحلى صدفة. والله أجمل مكان في العالم، بس مش شايفين مش شايفين أي حاجة على حظنا. الغيوم احنا مش شايفين أي حاجة خالص، ولكن صامدين مكملين ومستنيين لحد ما نشوف المنظر. الساعة 1 الصبح هسه رح نقعد لل4 تغيب الشمس. مش هنسيبها، لا احنا مكملين لحد ما نشوف. ولحسن حظنا انه نحن هون بشمال النرويج ما في غروب، يعني نحن المفروض اصلا مكملين للصبح، احنا هننام هنا. واحدة من أجمل القمم اللي موجودة في لوفوتن، وواحدة من أجمل القمم اللي موجودة في العالم. أنا مش متخيل إن في جمال بالشكل ده. حقهم يسموها أو يسموا النرويج جنة الله في الأرض على الجمال اللي أنا شايفه ده. كل حاجة موجودة، عندك شمس، عندك تليج، عندك خليج وبحيرة، حاجة كده قمة الخيال. وبعد ما عشنا لحظات مش هتتنسي، شفنا بعينينا فيها عظمة ربنا في خلقه على قمة رينا برينجن اللي ادتنا فرصة نشوف جمال جزر لوفوتن من فوق. كان لازم ناخد رحلة النزول من تاني من على القمة، واللي كانت بالنسبة ليا أصعب بكتير من الصعود، بس قدرنا نعملها. يمكن قدرنا ننجح في أول تحدي لينا في جزر لوفوتن، بس لسه مكملين رحلتنا في شمال النرويج عشان نعيش مع بعض تحديات جديدة هنشوفها في الأيام اللي جاية.